السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده هيبقى روتين في المطبخ، وروتين حلو جدا. هعمل روتين هروق المطبخ وهعمل الغدا، وكمان هفرز فراولة لرمضان. بس فضلا منك وليس أمرا، لو عجبك الفيديو ولو طلعت بمعلومة واحدة أو فكرة واحدة ان انتي تدوسي لايك للفيديو ده، وتشتركي في القناة لو مش مشتركة فيها. دخلت كده على المطبخ، لقيته زي انت ما شفتي كده. هو كان من البرد وكده، فكنت سبته، كان مش مبهدل قوي بس يعني الحمد لله. وكمان الانبوبة كنت مغيرة الانبوبة فدخلتها مكانها. لميت المواعين كده ولميت الحاجات اللي كانت على الارضية وشلت السجادة. هكنس المطبخ. انا بحب ان انا الرخامة اللي هي اللي مش بتاعة الحوض التانية. بحب ان هي تبقى فاضية قدامي او نظيفة، دي بتريحني نفسيا حتى لو الحوض مليان مواعين. أه بروق الرخامة وبعدين بكنس الأرضية وبمسحها لو هي محتاجة تتمسح. مش محتاجة بكنسها وافرش تاني السجادة. ان انا اروق المطبخ حواليا قبل ما اقف اغسل المواعين، دي اللي هي بتديني باور كده اكمل المواعين. هي مش هو يعني خلاص هو المطبخ متروق، انا واقفه بغسل مواعين في حته نظيفه، مش ان انا حتى لو انا خلصتها او ما كنتش قادره ولميت المواعين على صينيه او في الحوض او كده. بيبقى باين قدام ان المطبخ رايق. اي وقت هروح اغسل المواعين، حتى لو هلم المواعين واسيبها وادخل انام، بس خلاص هو مش باقي معايا غير غسيل المواعين. لو ان انا اتشجعت وغسلتهم ما بياخدوش معايا وقت. ما اتشجعتش خلاص هما كده كده اي وقت تاني مش هياخدوا معايا وقت. فهروق كده المطبخ وبعدين ابدا في الغدا. في ايام ببدا في الغدا والمطبخ مش متروق، ده علشان ان انا ببقى مستعجله. ببقى مثلا بنتي هتصحى كده، آه، فببقى مستعجله، عايزه اخلص الاكل قبل لما هي تصحى. زي دلوقتي كده مستعجله ان انا اسجل الفيديو لقيتها صحت لي. المهم غسلت الارضيه، كنست الارضيه وغسلتها بميه وبريل وكلور. والمقشه دي حلوه جدا في الغسيل، بتنضف الغسيل كويس. انا كنت الاول بتنضف الارضيه كويس. انا كنت الاول ظهري بيوجعني قوي من كتر ما بغسل بالفرشه اللي هي بتاعت السجاده الصغيره القديمه دي. بس لا، الفكره دي حلوه. وكمان هنشف الارضيه، الشرشوبة دي بتنشف لي الأرضية حلو، ما بتخليش فيها مية. بعرف ان انا افرش السجادة بعدها على طول، ما اسيبش الأرضية تنشف. هي اصلا بتنشفها لي حلو يعني. بمسح بالمية، بمسحها الاول، بروح ان انا اعملها في الصفاية بتاعة الجردل وارجع تاني. هي بتاخد كذا مرة بس بتبقى كويسة يعني بتنضف. هفرش بقى السجادة كده وهفرش المشاية الصغيرة وهبدأ ان انا اغسل المواعين. بعد لما اغسل بقى المواعين هعمل الفراولة، هنقعها في مية وخل. الخل بينضفها وبيخليها حتى لو فيها اي حاجة انا مش شايفاها، لا بتبقى مخليها نظيفة. كده خلاص خلصت الارضية ودخلت على البوتاجاز، غسلته وظبطته. آه كده خلاص المطبخ ما عادش فيه حاجة يعني، خلاص خلصت المواعين والارضية والبوتاجاز. دخلت بقى على الفراولة، كده كنت خلاص شطبت الحوض، فدخلت على الفراولة. نقعتها في مية وخل لحد لما اعمل الغدا. هبدأ بقى في الغدا. الغدا النهاردة كان مكرونة بالبشاميل. حقيقي كانت اخطر مكرونة بالبشاميل على الاطلاق انا اكلتها. والله ما شفتهاش عند حد، ده هي اضافة انا ضفتها وانا واقفة. معرفش اذا كان حد عملها والله غيري او لا.
كنت عصقت اللحمة والمكرونة مسلوقة. ف ده كله دلوقتي يعني انا هبقول لكم انا عملتها ازاي وانا برص الصينيه. بس دلوقتي هقول لك البشاميل اللي انا عملته طلع خطير جدا. حطيت سمنه وزيت. انا بحط بالوايم كده مش بعاير، مش ماشيه بالمقادير بالظبط يعني. ونخلت عليها الدقيق بالمصفى الصغننه الحلوه دي، عشان لو فيها حاجه او تكتلات او كده ما يكلكعش معايا الدقيق. يعني احنا اصلا بنبقى بنحسس على البشاميل، فمش عايزه ان هو يكلكع معايا. لو حد لسه جديد في المطبخ او عروسة او كده، الاربع معالق سمنة بياخدوا 4 معالق دقيق بياخدوا لتر لبن. لبن على مية، المهم لتر سائل يعني. لبن على شوربة، لبن بس براحتك. انا هنا حطيت الدقيق على السمنة وسبتها ان هي بس ثواني الدقيق ياخد من طعم السمنة. عملت بقى البشاميل اللي انا بعمله على طول. السائل بتاع البشاميل اللي انا بعمله على طول مية على لبن. ده بيبقى مخلي البشاميل خفيف ومش دسم، وبيبقى طعمه حلو جدا وكمان موفر. لو انتي ما عندكيش شوربة او ما عندكيش لبن كتير، يعني ما عندك مثلا كوبايتين لبن او كوباية لبن، تقدري ان انتي تزودي الباقي مية. ايد بتصف ايد بتعمل ايه، ايد بتضرب البشاميل وايد بتنزل اللبن. يعني ايد بتقلب وايد بتنزل. لو كلكع منك يا تصفيه يا تضربيه في الخلاط يا تضربيه بهاند بلندر كبة براحتك. قوامه كريمي وتحفة. تاني القوام بتاعه كده هو حلو قوي. وبعدين انا ضفت له ملح وفلفل وكمون، بهارات لحمة، جبنة موتزاريلا، مرق الدجاج. دي الاضافات اللي انا ضفتها على البشاميل المرة دي. وايد بتقلب على التقليب، يعني عشان هو ما يكلكعش منك. يا ايد تقلب وايد تنزل، يا تنزلي شويه بشويه وتقلبيهم، يا تنزلوهم نصين. المهم حتى ان هو لو كلكع معاكي في الاخر يا تضربيه في الخلاط يا تصفي الحتت اللي هي اتكلكعت دي. المهم يعني يا هاند بلندر كبة. المهم ان هو ليه كذا صرفة او كذا تصريف. تمام. خطير خطير، اخطر بشاميل ممكن تاكليه. كده خلاص البشاميل جهز. هرص بقى الصينيه معاكم وهقولك انا عملت ايه. الصينيه هتبقى زي ما انت شايفه كده، بدهنها بالزيت وبشاميل. طبقه بشاميل، طبقه مكرونه، وطبقه لحمه اللي هي العصاك، طبقه مكرونه بشاميل. انا ولعت على ميه. على ما الميه غلت كنت قطعت البصلايه بتاعت اللحمه. حطيت المكرونه في ميه وملح بس، خليتها تستوي مش نص سوا، لا سوا كامل. رجعت تاني للبصله. حطيت البصله وهي لما قطعتها حطيت عليها معلقه سمنه ومعلقه زيت، او معلقه زيت بس او معلقه سمنه بس براحتك. وحطيت عليها ملح وفلفل وكمون. خلاص البصله اتدبلت. مش اللي هي اتحرقت او احمرت، اتدبلت. حطيت عليها اللحمه. وحطيت عليها رشة قرفة. دي تحفة 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 تحفة، مخليها اللحمة طعمها حلو قوي. رشة قرفة، رشة جوزة الطيب، بهارات لحمة، بصل بودر، توم بودر، فلفل وملح وكمون. ده انا كنت ضفته في الاول. قطعت عليها فلفل اخضر، 3 قرون فلفل اخضر وطماطميتين. خلاص وقلبتهم شويه لحد لما استووا مع بعض كده على نار هاديه. وقمت رايحه بادئه في البشاميل. بس كده خلاص كل المكونات جاهزه عندي. برصهم بقى معاكم دلوقتي زي انت ما شايفه كده. ان انت تعملي اكتر من حاجه في نفس الوقت دي بيوفر مجهود، وبيوفر مجهود منك، وبيوفر وقت.
مش ان انت هتسلقي المكرونه وتستني لما المكرونه تتسلق فتبداي تاني تعملي اللحمه. مش ان انت لما هتعملي ولما اللحمه تخلص تعملي البشاميل، لا، هي طالما هي كده كده المكرونه على النار مش محتاجه مني تقليب، مش زي البشاميل اللي محتاج ان هو يتقلب. وعملت العصار معاها عشان يبقى وحاجه مركونه وحاجه عايزه ايد شغاله فيها، وانا ما بعرفش اشتغل بايد الاتنين. يعني ما بعرفش ان انا اقلب البشاميل واقلب العصاق. انا اصلا ما بعرفش اشتغل بايدي الشمال، فايدي اليمين بس هي اللي شغاله، انما ايدي الشمال انا ما بعرفش اشتغل بيها ان انا اقلب او اقص مثلا ضوافر ايدي اليمين كده، لا ما بعرفش ان انا اشتغل كده. فايدي اليمين بس اللي بشتغل بيها، الشمال مساعده. بس كده رصيت الصينيه معاكم كيلو المكرونه اللي هي الملكه، الكيس الكبير الكامل اللي هو الكيلو، عمل اكبر صينيه في الطقم على غدا يومين. ينفع ان انت تعملي كيلو مكرونه ده صينيه في العزومات، صح يا دولي حبيبي؟ صينيه في العزومات هتعمل معاكي كميه كبيره وحلوه ما شاء الله. حطيت على وشها موتزاريلا وحطيت عليها رومي. كان عندنا رومي كده اللي هو بواقي رومي، حتت متفرفتة كده، فكنت مجمعاها في كيس في الفريزر، فجبتها رشيتها على وشها، مديالها طعم حلو جدا. انتوا دقتي منها؟ لا انتوا ما دقتيش، انت لسه صغنن. خلاص بقى دخلتها الفرن، ورحت على الفراولة بتاعتي الجميلة الحلوة دي. خدت الاول منهم شوية، غسلتها كده كويس تحت مية جارية، وحطيتها في الدرق بتاع الخلاط ده، وحطيت عليها شوية اللبن اللي كانوا باقيين من اللتر اللبن اللي هو بتاع جهينة بتاع البشاميل ده، فاكرينه اللي كان لسه من شوية. وهحط السكر بقى حسب ما انت عايزة، حقيقي بتبقى حلوة جدا، بيبقى طعمها حلو جدا جدا. تمام، هما دول الشوية اللي انا حطيتهم. كانت مركزة وحلوة قوي، يعني كانت حلوة حلوة يعني. البتاعة دي انا عملت فيها ايه بقى؟ لقيت 3 كيلو 2 كيلو ونص فراولة ب35 جنيه، كان حد معدي فاشتريتهم. ال2 كيلو ونص ما شاء الله لقيتهم في الطبق كتير، يعني انا مكنتش متخيلة ان هما يبقوا كتير كده. فعشان ان هما ما يخربوش عندي، عملت شوية عصير، واكيد مش هناكل ال2 كيلو ونص في يوم وليلة، فاكيد فيهم حاجة هتبوظ. فعملت العصير زي انت ما شفتي كده، وحطيت الشوية اللي في الطبق دول، الشوية اللي في الطبق دول للأكل. وعملت كمان شلت كيس في الفريزر دي من التفريزات بتاعة رمضان. هي الفكرة جات لي وانا واقفة، اللي هو الحاجة زيادة فهشيل منها رمضان. منها مش هيبقى ان هي خدت من، مش زي ما اجيب قفص فراولة واخد يوم كامل اشتغل فيه. تمام. ويبقى مثلا خد 200 جنيه او 300 جنيه، الناس اللي هي ماشية اليوم بيومه مش هينفع معاهم. دي شكل الصينية بعد لما خرجت من الفرن. بس الفراولة مش هينفع ان انت تخزني، لو انت قادرة ان انت تجيبي دي براحتك، ربنا يوسع على الجميع، هاتي. مش قادرة ان انت تجيبي تزودي نص كيلو مثلا فراولة، نص كيلو طماطم على الكيلو اللي انت هتجيبيه او على النص كيلو اللي انت هتجيبيه، وشيليه في الفريزر. منها هيبقى مخدش معاكي وقت، وفرت وقتك، وفرت مجهودك، ووفرت فلوسك. تمام، مش هتبقي دفعت فلوس كلها مرة واحدة. تمام، هي دي فكرتي اللي انا حابه اقولك عليها النهارده، لتفريزات رمضان اللي انا ان شاء الله هعتمدها. بس انا جبت قفص قفص طماطم، كان الكيلو فيه ب3 جنيه، والكيلو اصلا بيتباع لوحده كيلو ونص ب10. فانا لما صدقت لما لقيت الكيلو الطماطم ب3 جنيه، فجبت قفص طماطم 25 كيلو ب75 جنيه، مش عارفه هو هيبقى قد ايه. بس وهي دي المكرونه.